السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم أصدقائي. مباراة المغرب ضد هايتي 4-2 لصالح المغرب كانت مباراة غير مفهومة، غلب عليها الطابع البدني والفوضى أكثر من التنظيم واللعب العقلاني. منتخب هايتي جاء من أجل تحقيق بعض الأهداف. الهدف الأول هو تسجيل بعض الأهداف في شباك المغرب، الهدف الثاني إرسال المغرب إلى المكسيك، والهدف الثالث هو أخطرهم وهو تعمد إصابة أغلب لاعبي المنتخب المغربي، وكأنهم ينتقمون من الإقصاء بهذه الطريقة. وهذا ما رأيناه طوال 100 دقيقة، الضرب والركل والرفس في حق لاعبي المنتخب المغربي، والحكم شاهد ما شافش حاجة، وكأن هذا متعمد. كانت هناك تدخلات إجرامية خطيرة جدا تستوجب بعض البطائق، ولكن الحكم اكتفى بالتحذير الشفوي، وهذا ما أعطى الثقة للاعبي هايتي لممارسة هوايتهم المفضلة، التدخلات العنيفة. على العموم، المباراة انتهت وفاز المغرب وتأهل الدور التالي، يرحل إلى المكسيك لمواجهة الخصم القادم. قبل أن نبدأ أريد أن أطرح عليكم سؤالا بسيطا لكنه مهم جدا: هل المنتخب المغربي الذي شاهدناه أمام هايتي هو منتخب قادر على المنافسة على كأس العالم، أم أن الانتصار الكبير أخفى بعض المشاكل التي قد تظهر بقوة أمام منتخبات مثل بولندا؟ أو صدقوني، بعد مشاهدة المباراة أكثر من مرة والعودة إلى تصريحات المدرب محمد وابي وتصريحات أشرف حكيمي وتحليل مجريات اللقاء بالأرقام والتفاصيل، وصلت إلى قناعة واحدة: المغرب قدم مباراة جيدة، أو لنقول أنها واحدة من أفضل مبارياتها على المستوى الجماعي منذ بداية البطولة. لكنه في الوقت نفسه كشف عن نقاط ضعف لا يمكن تجاهلها، إذ كان الهدف هو الذهاب بعيدا في كأس العالم، وهذا ما سنتحدث عنه اليوم بالتفصيل في هذا الفيديو. لن نكتفي بالنتيجة فقط، ولن نكتفي بالأهداف، بل سنحلل ما حدث داخل أرضية الملعب، وما الذي جعل المدرب محمد وابي يخرج راضيا عن الأداء لكنه في الوقت نفسه يؤكد أن فريقه ما زال بعيدا عن الكمال. فدعونا نبدأ. منذ صافرة البداية كان واضحا أن المنتخب المغربي دخل المباراة بعقلية مختلفة تماما عن المباريات السابقة. لم يدخل ليدافع عن التعادل، ولم يدخل لينتظر أخطاء المنافس، بل دخل ليفرض شخصيته منذ الدقيقة الأولى. ضغط عالي، استحواذ على الكرة، تحركات مستمرة دون كرة، وافتكاك سريع بمجرد فقدان الاستحواذ. هذا ليس أمرا يحدث بالصدفة، بل هو انعكاس مباشر لفلسفة المدرب محمد وابي. المدرب المغربي كان يعرف جيدا أن منتخب هايتي لا يملك ما يخسره في هذه المباراة، ولذلك توقع مباراة تعتمد على الكرات الطويلة والتحولات السريعة واستغلال أي خطأ أو هفوة دفاعية من جانب المغرب. ولهذا لم يسمح للاعبيه بالتراجع، بل طلب منهم أن يبقوا في نصف ملعب منافس أغلب فترات اللقاء والضغط على حامل الكرة. ولو نظرنا إلى الأرقام سنكتشف أن المغرب سيطر على الكرة بنسبة كبيرة جدا، وصنع أكثر من 20 محاولة على مرمى منتخب هايتي، وسدد 11 كرة بين القائمين. هذه الأرقام لا تحققها إلا المنتخبات التي تفرض إيقاعها بالكامل. لكن وهنا تبدأ المشكلة: إذا كنت تصنع هذا العدد من الفرص، فلماذا بقيت المباراة مفتوحة حتى الدقائق الأخيرة؟ الإجابة بسيطة جدا: لأن الفعالية الهجومية ما زالت أقل من مستوى الأداء الجماعي، وهذا ما أكده المدرب نفسه. فهو لم يتحدث عن ضعف في صناعة اللعب، ولم يتحدث عن مشكلة في السيطرة على المباراة، بل ركز بالخصوص على نقطة واحدة فقط: يجب أن نصبح أكثر شراسة أمام المرمى. وهذه الجملة تحمل رسالة مهمة جدا، لأن مباريات دور المجموعات تمنحك أحيانا 10 فرص أو أكثر، أما مباريات خروج المغلوب فقد تمنحك فرصة واحدة فقط طوال 90 دقيقة. إذا لم تستغلها فقد تودع البطولة مهما كان مستواك رائعا. وهنا يظهر الفارق الحقيقي بين المنتخب الجيد والمنتخب البطل. المنتخب البطل لا يحتاج إلى 10 فرص ليسجل، بل يسجل من أول فرصة تتاح له. ولهذا السبب بالتحديد خرج المدرب محمد وهبي سعيدا بالأداء، لكنه لم يخرج مكتفيا بما شاهده، لأنه يعلم أن القادم أصعب بكثير. والأجمل في كل ذلك أن المدرب لم يبحث عن أعذار، ولم يهاجم لاعبيه، ولم يقل أن التغييرات أثرت على الأداء، بل على العكس تماما أشاد بجميع اللاعبين الذين دخلوا من دكة البدلاء،
واعتبر أن مساهمتهم في الأهداف رسالة إيجابية تؤكد أن المجموعة بأكملها أصبحت جاهزة للمنافسة. وهذه نقطة مهمة جدا، لأن البطولة الكبرى لا يفوز بها 11 لاعبا فقط، بل تفوز بها قائمة كاملة تعرف أن دور كل لاعب قد يأتي في أي لحظة. وهذا ما شاهدناه في كأس العالم في قطر، وكذلك كأس أفريقيا في المغرب. وهذا بالضبط ما بدأ يظهر داخل المنتخب المغربي حاليا. هناك روح جماعية، ثقة متبادلة، ورغبة حقيقية في خدمة الفريق قبل خدمة الأسماء. لكن ورغم كل هذه الإيجابيات، كانت هناك لقطة واحدة أعادت فتح النقاش بين الجماهير المغربية، لقطة إبراهيم دياز. إذا كانت هناك لقطة واحدة ستبقى عالقة في أذهان الجماهير المغربية بعد هذه المباراة، فهي بلا شك لقطة إبراهيم دياز. ورغم أن دياز قدم مباراة جيدة في المجمل وساهم في صناعة اللعب، فإن تلك اللقطة كانت كافية لتفتح بابا واسعا للنقاش. في كرة القدم الحديثة لا تقاس قيمة اللاعب بعدد المراوغات ولا بعدد اللمسات الجميلة، بل بجودة القرار الذي يتخذه في اللحظة الحاسمة. في تلك الهجمة كان إسماعيل الصباري يتحرك بذكاء خلف المدافعين، مدافع هايتي، ووجد نفسه في وضعية مثالية لاستقبال تمريرة بسيطة تضعه وجها لوجه أمام الحارس. كل ما كان يحتاجه الموقف هو تمريرة في توقيتها الصحيح، لكن دياز فضل الاحتفاظ بالكرة محاولا إنهاء الهجمة بنفسه. ربما كان يعتقد أنه قادر على التسجيل، وربما لم يرى زميله. في مثل هذه البطولات لا أحد يهتم بما كنت تنوي فعله، الجميع يحكم على النتيجة. ولهذا السبب اعتبر كثيرون أن هذه اللقطة كانت درسا مهما للمنتخب المغربي قبل دخول الأدوار الإقصائية، لأن المباريات القادمة لن تمنحك فرصة ثانية، والتفاصيل الصغيرة هي التي تصنع الفارق بين البقاء والعودة إلى الديار. ومع ذلك لا ينبغي أن يتحول هذا الخطأ إلى حملة انتقادات ضد اللاعب إبراهيم دياز، على العكس تماما، لأن اللاعب يظل أحد أهم مفاتيح اللعب في هذا المنتخب. يمتلك رؤية مميزة، ويجيد اللعب بين الخطوط، وقادر على صناعة الفارق بتمريرة واحدة أو لمسة واحدة. لكن ما يحتاجه الآن هو أن نجعل قراراته أكثر جماعية، لأن نجاح المنتخب أهم من أي نجاح فردي. وهنا يظهر الفارق بين اللاعب الكبير والقائد داخل الملعب. القائد لا يبحث عن الهدف الذي يسجله بنفسه، بل يبحث عن الهدف الذي يقرب فريقه من الفوز. وفي المقابل، إذ تحدثنا عن أكثر لاعب استغل الفرص بالشكل المثالي، فلا يمكن أن نتجاوز اللاعب إسماعيل الصباري. هذا اللاعب يثبت كل يوم وفي كل مباراة أو في مباراة بعد أخرى أنه لا يعتمد فقط على موهبته، بل على ذكائه أيضا. تحركاته بين المدافعين كانت مميزة، اختياره للتوقيت كان رائعا أيضا، وقدرته على إنهاء الهجمة أصبحت أكثر نضجا مقارنة بما شاهدناه في السنوات الماضية. إسماعيل الصباري لم يعد مجرد لاعب موهوب، بل أصبح لاعبا حاسما في المنتخب الوطني، وهذا هو أهم تحول في مستواه. اللاعب الموهوب قد يلفت الأنظار بلقطة جميلة، أما اللاعب الحاسم فهو الذي يحسم المباريات عندما يحتاجه فريقه أو منتخبه. ولذلك لم يكن غريبا أن يكون أحد أبرز النجوم للمنتخب المغربي في هذه البطولة حتى الآن. لكن إذا كان الصباري خطف الأضواء بالأهداف، فهناك لاعب آخر قام بكل الأعمال الصعبة بعيدا عن الكاميرات والزخم الإعلامي، إنه اللاعب نائل العناوي. في رأيي هذا اللاعب كان القلب النابض لوسط الميدان، وما زال. كل كرة مقطوعة، كل ضغط ناجح، كل تغطية دفاعية كانت تبدأ منه. وهو من اللاعبين الذين لا تحتاج إلى مشاهدة أهدافهم حتى تدرك قيمتهم. يكفي أن تراقب تحركاته دون كرة، ستلاحظ كيف يغلق المساحات، وكيف يضغط في التوقيت المناسب، وكيف يتحول من الدفاع إلى الهجوم في ثواني معدودة. وهذا النوع من اللاعبين هو الذي يمنحك الحرية لزملائه المبدعين، لأنهم يعلمون أن خلفهم لاعبا قادرا على إصلاح الأخطاء. ولا يمكن الحديث عن وسط الميدان دون الإشادة بالهدوء الكبير الذي لعب به المنتخب المغربي. في كثير من الأحيان عندما تواجه منتخبا يعتمد على القوة البدنية
والالتحامات تميل إلى مجاراته في أسلوبه. المغرب فعل العكس تماما، فرض إيقاعه، أجبر المنافس على الركض خلف الكرة وسيطر على وسط الملعب لفترات طويلة، وهذه واحدة من أهم علامات نضج هذا المنتخب. أما دفاعيا فهناك نقطة تستحق التوقف عندها. رغم أن المغرب خرج بانتصار مستحق، فإن الجهاز الفني يدرك جيدا أن بعض التفاصيل الدفاعية ما زالت تحتاج إلى تحسين، ليس لأن الدفاع كان سيئا، بل لأن المباريات القادمة ستكون مختلفة تماما عن المباريات السابقة. عندما تواجه منتخبا مثل هولندا، فإن أي تمركز خاطئ أو أي تأخر في التغطية قد يتحول مباشرة إلى الهدف، ونحن نعرف جيدا نوعية مهاجمي هذه المنتخبات. ولهذا كان المدرب محمد وهبي واضحا في حديثه بعد اللقاء، لقد أشاد بالتنظيم الدفاعي للمنتخب المغربي، لكنه أكد في وقت نفسه أن الفريق مطالب بأن يكون أكثر شراسة في الكرات الثانية وأكثر سرعة في استعادة الكرة بعد فقدانها. وهذا التصريح يكشف عقلية هذا المدرب، لا ينظر إلى النتيجة فقط بل إلى التفاصيل التي قد تحسم بطولة كاملة. ومن بين أكثر اللاعبين الذين قدموا مباراة متوازنة يبرز اسم اللاعب الكبير والعالمي أشرف حكيمي. الكثيرون يتحدثون دائما عن مساهماته الهجومية، لكن ما لفت الانتباه في هذه المباراة هو تطوره في قراءة توقيت الصعود والعودة. صحيح أنه يحب التقدم باستمرار، لكن ظهرت عليه رغبة أكبر في تحقيق التوازن بين الواجبات الدفاعية والهجومية، ورغم ذلك يبقى مطالبا بمزيد من الحذر أمام المنتخبات الكبرى، لأن المساحات التي سيتركها خلفه قد تصبح هدفا واضحا للمنافسين. وفي الجهة المقابلة قدم اللاعب نصير مزراوي واحدة من أكثر مبارياته انضباطيا بعد دخوله كبديل. لم يحاول تقليد حكيمي في الاندفاع، بل لعب الدور الذي يحتاجه الفريق، ثبت الخط الخلفي، أغلق المساحات، وساعد في منح المنتخب توازنا واضحا، وهذا ما يميز الفرق الكبيرة. ليست كل الأطراف مطالبة بالهجوم في الوقت نفسه، بل المطلوب هو أن يعرف كل لاعب متى يتقدم ومتى يبقى في موقعه. وهنا بدأت ملامح هوية المنتخب المغربي تظهر بشكل أوضح من أي وقت مضى. في رأيي أكبر مكسب خرج به المنتخب المغربي في هذه المباراة لم يكن النقط الثلاث، ولم يكن التأهل، بل كان شيء آخر تماما. إنه بناء شخصية منتخب يعرف كيف يعود في النتيجة ولا يفقد هدوءه تحت الضغط. هذه النقطة قد لا ينتبه لها الكثيرون من الجماهير المغربية والجماهير الكروية عامة، لكنها في كرة القدم الحديثة تصنع الفارق بين منتخب يخرج من ثمن النهائي ومنتخب يصل إلى نصف نهائي أو حتى النهائي. عندما تستقبل هدفا في بطولة كبيرة مثل كأس العالم أمام الآلاف الجماهير وملايين المشاهدين، يكون رد الفعل هو الاختبار الحقيقي. هناك منتخبات تنهار نفسيا، وهناك منتخبات تبدأ في الاستعجال فتفقد صنديمها وتفتح المساحات أمام المنافس وتتلقى المزيد من الأهداف. المنتخب المغربي لم يفعل ذلك، ولم نشاهد ارتباكا، ولم نشاهد اندفاعا عشوائيا، بل رأينا فريقا حافظ على هدوئه واستمر في تنفيذ نفس الأفكار، وكأنه يقول للمنافس سنواصل اللعب بطريقتنا والهدف سيأتي، وهذا ما حدث بالفعل. وهنا يظهر العمل الحقيقي الذي قام به الكوتش محمد وهبي منذ توليه قيادة المنتخب المغربي، لأن المدرب لا يصنع فقط الخطط بل يصنع عقلية الفريق أيضا. ولو عدنا إلى تصريحاته بعد المباراة سنجد أنه لم يتحدث كثيرا عن الأهداف الأربعة، ولم يتوقف عند التأهل، بل ركز على نقطة واحدة فقط: علينا أن نقوم بتحسين بعض التفاصيل. هذه الجملة البسيطة تكشف الكثير، فهي تعني أن المدرب يرى ما لا يراه الجمهور. الجمهور يرى الفوز والخسارة، أما المدرب فيرى الأخطاء التي قد تتحول إلى كوارث أمام منتخب أقوى. وهذا بالضبط ما تحتاجه المنتخبات التي تحلم بالألقاب، أن يكون مدربها أول المنتقدين بعد الانتصار وليس أول المحتفلين. وهناك نقطة أخرى تستحق الإشادة: محمد وهبي لم يدخل في لعبة اختيار المنافس بعد نهاية المباراة. سئل أكثر من مرة: هل تفضل مواجهة اليابان أم هولندا أم السويد؟ وكان جوابه واضحا وحاسما: لا توجد أفضلية، لأن من يريد الذهاب بعيدا في كأس العالم لا يمكن أن يخاف من أي منتخب. قد يختلف الأسلوب، لكن الجودة موجودة عند الجميع،
وهذا التصريح يعكس ثقة كبيرة داخل المجموعة، ليس غرورا بل ثقة مبنية على العمل، لأن المغرب لم يعد ذلك المنتخب الذي يدخل المباريات الكبرى وهو يفكر في تقليل الأضرار، بل أصبح يدخل وهو يبحث عن الفوز مهما كان اسم المنافس. لكن إذ تحدثنا بعقلية تحليلية بحتة، فمن هو المنافس الأنسب للمغرب؟ لنبدأ باليابان. اليابان من أكثر المنتخبات انضباطا تكتيكيا في العالم، تعتمد على السرعة في التحولات والضغط الجماعي والالتزام الكبير في تنفيذ تعليمات المدرب. أمام هذا النوع من المنتخبات يجب أن يكون المغرب أكثر دقة في التمرير، لأن فقدان الكرة في وسط الملعب قد يتحول خلال ثواني إلى فرصة خطيرة ضد مرمى المنتخب المغربي. أما هولندا فهي منتخب مختلف تماما، تملك جودة فردية أعلى وتجيد السيطرة على الكرة واللعب بين الخطوط، لكنها تترك أحيانا مساحات يمكن استغلالها إذ تم تنفيذ المرتدات بالسرعة المطلوبة. وهنا قد يكون وجود لاعب مثل حكيمي وصباري ودياز عنصرا حاسما. بصراحة لا أعتقد أن السؤال الصحيح هو من نريد أن نواجه، السؤال الصحيح هو هل المغرب جاهز لمواجهة أي منتخب؟ وفي رأيي الإجابة نعم، ولكن بشروط. الشرط الأول أن تتحسن اللمسة الأخيرة، لأن إهدار 5 أو 6 فرص في دور المجموعات قد يمر دون عقاب، أما في الأدوار الإقصائية فقد يكلف ذلك تذكرة العودة إلى الوطن. الشرط الثاني أن يحافظ المنتخب على انضباطه الدفاعي طوال 90 دقيقة، لأن التركيز هو أول ما يختبر في المباريات الكبرى. والشرط الثالث أن تستمر الروح الجماعية كما هي التي شاهدناها حتى الآن، لأن البطولات الكبرى لا يفوز بها الفريق الذي يملك أفضل لاعبين فقط، بل الفريق الذي يقاتل جميع لاعبيه من أجل الهدف نفسه. ولهذا أعتقد أن المدرب محمد وهبي نجح في أهم اختبار حتى الآن، لقد صنع مجموعة تؤمن بنفسها وتلعب بثقة ولا تخاف من الأسماء الكبيرة، وهذه ربما أهم خطوة قبل التفكير في المنافسة على اللقب. هل يستطيع المغرب الذهاب بعيدا؟ وما الذي يجب إصلاحه قبل الأدوار الإقصائية؟ لكن دعونا نطرح السؤال الذي يشغل كل مشجع مغربي الآن: هل هذا المنتخب قادر فعلا على الذهاب بعيدا في كأس العالم؟ الإجابة بكل واقعية نعم، ولكن بشروط، لأن المنتخب المغربي أثبت خلال دور المجموعات أنه لا يعاني من صناعة الفرص، بل على العكس تماما، هو من أكثر المنتخبات التي تصل إلى الثلث الأخير من ملعب الخصم بسهولة وبأفكار متنوعة. الهجوم لا يعتمد على لاعب واحد، مرة تأتي بالخطورة من الأطراف، ومرة من العمق، وأحيانا من الكرات الثابتة، وأحيانا من التحولات السريعة، وهذا التنوع يجعل قراءة المغرب صعبة جدا بالنسبة لأي منافس. في المقابل هناك 3 نقاط لا يمكن تجاهلها إذ أراد المغرب المنافسة على اللقب: الفعالية أمام المرمى. في كرة القدم الحديثة خصوصا في مباريات خروج المغلوب قد تحصل على فرصتين أو 3 فقط طوال المباراة، إذا لم تستغلها قد تودع البطولة. ولهذا السبب فإن إهدار الفرص الذي شاهدناه في دور المجموعات يجب أن ينتهي ويتوقف هنا، لأن المنتخبات الكبرى لا تمنحك 5 أو 6 أو 10 فرص في المباراة، بل ربما تمنحك فرصة واحدة فقط، وثانية وثالثة على الأكثر. التوازن الدفاعي: عند تقدم الأظهرة الجميع يحب رؤية حكيمي ينطلق للأمام، لكن في المقابل يجب أن تكون هناك تغطية مثالية، لأن أي فقدان للكرة أمام منتخبات مثل هولندا أو اليابان قد يتحول إلى هجمة قاتلة خلال ثواني معدودة. وهنا يظهر دور لاعب خط الوسط، خصوصا نائل العناوي وبوعدي، فهم ليسوا مجرد لاعب استحواذ، بل هما خط الدفاع الأول. وثالثا الهدوء في اتخاذ القرار داخل منطقة الجزاء، أحيانا لا تحتاج إلى مراوغة إضافية ولا إلى تسديدة مستحيلة، بل إلى تمريرة واحدة فقط، تمريرة قد تساوي التأهل، وهذا ما شدد عليه المدرب أيضا. فالكرة الحديثة تكافئ الفريق الجماعي لا الفريق الفردي. رغم كل هذه الملاحظات هناك نقطة تجعل جماهير المغرب متفائلة جدا: أن هذا المنتخب يتطور من مباراة إلى أخرى. في المباراة الأولى ظهر التنظيم، في الثانية ظهر التحسن الهجومي، في الثالثة ظهر الرد بعد التأخر، أي أن الفريق يكتسب خبرات جديدة مع كل مباراة. هذا أمر مهم جدا في هذه البطولات الكبرى، فالمنتخبات البطلة ليست تلك التي تبدأ البطولة بأفضل مستوى، بل تلك التي تنهي البطولة وهي في أفضل نسخة منها. ولهذا السبب تحديدا هناك شعور متزايد بأن المنتخب المغربي لم يصل بعد إلى سقف مستواه الحقيقي،
وأن الأفضل ربما لم يأتي بعد. وهناك نقطة أخرى تستحق التوقف عندها، وهي شخصية هذا المنتخب. لاحظوا، أمام هايتي تأخر المغرب مرتين في النتيجة، لكن اللاعبين لم يفقدوا أعصابهم ولم يتخلوا عن أسلوبهم ولم يبدأوا في إرسال الكرات العشوائية، بل واصلوا اللعب بنفس الشخصية وبنفس الأفكار حتى عادوا في النتيجة. وهذه نقطة لا تقاس بالأرقام بل بالعقلية، وعقلية الأبطال تبدأ من هنا. ومع اقتراب الأدوار الإقصائية ستصبح التفاصيل الصغيرة هي الفارق. تمريرة صحيحة، تغطية ناجحة، قرارات ذكية، تدخل في الوقت المناسب، أو حتى تبديل ناجح من المدرب. كل هذه الأمور قد تصنع الفارق بين فريق يعود إلى بلاده وفريق يكتب التاريخ. ولهذا المغرب مطالب الآن بأن ينسى دور المجموعات بالكامل، لأن البطولة الحقيقية تبدأ من الآن. لا توجد فرصة للتعويض، ولا توجد مباراة ثانية لتسحيق الأخطاء. 90 دقيقة فقط قد تفتح لك الطريق نحو ربع النهائي، ثم النصف النهائي، وربما إلى ما هو أبعد من ذلك. المنتخب المغربي لا يحتاج إلى مبالغة في الثقة ولا إلى التشاؤم، بل يحتاج إلى الاستمرار بنفس الروح مع تصحيح التفاصيل الصغيرة التي قد تصنع الفارق الكبير. لأن الموهبة موجودة والجودة موجودة، والمدرب يملك شخصية واضحة، واللاعبون يؤمنون بما يفعلونه. وإذا استمر هذا التطور فليس مستبعدا أن يكون المنتخب المغربي أحد أكبر مفاجآت هذه النسخة، ربما أكثر مما حدث في كأس العالم قطر 2022. إلى هنا أصدقائي نصل إلى نهاية هذا التحليل الشامل. إذا أعجبكم هذا الفيديو عن التحليل العميق فلا تنسوا دعم الفيديو بالإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد. وأخبروني في التعليقات ما هو أكبر شيء يجب أن يحسنه المنتخب المغربي، وهل تعتقدون أن هذا الجيل قادر على تكرار إنجاز قطر أم ربما تجاوزه؟ ألقاكم في فيديو جديد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.